وربما هذه هي النقطة التي تجعل من بوسبير وأولادها دائما يشيرون إلى الجيش الجزائري. خلوني نرجع لجيشنا، جيشنا الباسل الذي نفتخر ونعتز به أنه جيش شعبي، جيش أبناؤه من أفراد الشعب وتأسس من الشعب. احنا جيشنا ما هوش جيش ملكي، ما هوش موجود من أجل حماية فرد واحد ولا عائلة. احنا جيشنا فيه أبنائنا البسطاء في كل بيت وفي كل عائلة، إلا وعدنا أبنائنا جنود وضباط وصف ضباط وقيادات سامية، هذو كلهم أولادنا وكلهم أبنائنا. لما تكلمت أنا على الثورة التحريرية وقيادات الثورة التحريرية، الجناح العسكري اللي كان هو الجناح الضارب في الثورة من 54 إلى غاية 62، لو نبحث في هؤلاء الشباب الذين أسسوا هذا الجيش، يعني الثورة بدأت ب1200 مجاهد، يعني الجندي الجزائري مجاهد، بدأت ب1200 مجاهد وعندهم 400 قطعة سلاح. هكذا بدأت الثورة لمن لا يعرف الثورة الجزائرية. وبمرور الأيام إلى غاية 62 كان تعداد الجيش الجزائري جيش التحرير حوالي 30,000 مجاهد. هذا الجيش التحرير، الجيش الباسل اللي ضم خيرة أبناء الجزائر، لقن الاستعمار الفرنسي دروس في الشجاعة ودروس في المعارك، وأصر وألح أبناء هذا الجيش من مصطفى بن بولعيد إلى غاية الطفل الصغير عمار ياسف، أصروا على أنه هذا يا إما الحرية يا إما الموت، إما النصر أو الاستشهاد، كان هذا شعارهم. هذه المعاني الراقية والمعاني السامية ما يفهموهاش في بوسبير، ما تقدرش تحكي لهم هذه القصص وما تقدرش تمتعهم بهذه القصص، لأنهم لا يعرفونها ولا يقدرون لها ثمنا. ناس ما عندهمش مبادئ، أنه مستعد أنه يقاتل حتى الموت، أنه ما يسلمش، ما عندهمش هذه. هم يعني في أقصى نضالاتهم يفتخرون بمسيرة لا مارش اللي داروها بالنساء وبالأطفال وبالرجال وبالحمير وبالبغال، مشاو إلى غاية حدود الصحراء الغربية، هذوك اعتبروها هم بطولة. احنا لا، احنا عندنا الدم يسيل، احنا عندنا حدودنا 2,381,741 كيلومتر مربع. هذا الرقم علموه لأولادكم، أنا نعاودوا في كل فيديوهاتي نعاودوا. هذه المساحة سقيت بالدماء، وفرنسا خرجت صاغرة، خرجت مكسورة، خرجت مهزومة، لأنها لم تتحمل ضربات المجاهدين في الداخل وفي الخارج، حتى لا نبخس أيضا المجاهدين اللي كانوا ينفذوا عمليات في قلب باريس باش يضغطوا على سلطة الاستعمار، وخلوا ديغول يستسلم بمعنى الاستسلام. نعم، حتى في مفاوضات إيفيان حاولت فرنسا أنها تربح الوقت، حاولت أنها تأخذ ولو نصيب من الأرض. أعطوني الصحراء، أعطوني الصحراء والدو التل، أعطوني هذه المنطقة. قالوا لها لا، ما نتنازلوش على شبر. إذا راكي مصرة على أننا نتنازلوا، ميادين القتال ما زالت إلى هذه الساعة في ذاك الوقت ما زالت مفتوحة بيننا، والنيران ما زالت مفتوحة بيننا. توقعي الاتفاقية وتروحي في حال سبيلك، إما أننا مستمرون في القتال في الداخل وفي الخارج. هذا هو الجيش تاعنا الجزائري. والجيش الجزائري وجدناه في كل المناسبات،
واقف حصن منيع للجزائر وللأمة. جيشنا ماهوش من الجيوش المعتدية إطلاقا، لا يعتدي على الجيران ولا يعتدي على حقوق الآخرين، عمره ما يكون ولن يكون. جيشنا ربما الخرجات نتاعو عنده خرجتين معروفين اللي خرج فيهم. خرج في حرب 67 وكانوا المجاهدين وأفراد هذا الجيش اللي رسلهم الرئيس الراحل هواري بومدين رحمه الله، رسلهم للقتال في مصر ضد الكيان الصهيوني، رسلهم سنة 67. كان بعضهم مازال مبليسي، مازالوا مجروح من الحرب التحرير 67. احنا استرجعنا البلاد والحرية في 62، استرجعنا السيادة الوطنية في 62. بعدها ب5 سنوات نفسه الجندي راح يحارب اليهود في مصر في حرب 67. وأيضا في 73 خرج جيشنا وشارك في حرب 73. هذو الخرجات تاعو، لكن ما شاركش كما شاركت الكثير من الدول واللي من ضمنها بوسبير. ما شاركش في حرب تدمير العراق تحت حجة تحرير الكويت، لا ما شاركش. الجزائريين ما شاركوش. الدبلوماسية الجزائرية كانت حريصة كل الحرص على أنه الموضوع يتحل دبلوماسيا وما يتحلش عسكريا، ولن تسمح ولن تشارك القوات الجزائرية في قتل الجنود العراقيين من أجل تحرير الكويت، لا نحل الموضوع دبلوماسيا، ولكننا ما نشاركوش في دماء خاوتنا. أيضا بالنسبة لليمن، الكثير من الأقطار ضربت اليمن، الجزائر لم تفعل ذلك ولن تفعل ذلك، لأننا انشأنا وتربينا كجزائريين على أننا أشقاء الخاوتنا، ونحاول دائما حتى بما فيهم مسألة الصحراء الغربية، بما فيهم قضية الصحراء الغربية، نسعى دائما أن يكون الحل سلمي، يكون الحل سلمي. الجزائر ما تدخلش في معارك كما هذه ولن تشارك في معارك كما هذه. احنا جيشنا العقيدة نتاعو أنه لا يعتدي على الآخرين، أنه يدافع على الحدود الوطنية أولا، وهذه مهامه. جيشنا نفتخر به، اللي قدمنا عرض كبير جدا في 5 جويلية 2022. شفنا عرض عسكري رائع. شوفوا سبحان الله، هذا الجيش اللي بدا ب 1200 مجاهد و400 قطعة سلاح، الآن كشف عن قوة رهيبة. يعني الآن التقديرات تاع مجلات عالمية على كل حال، ما هيش تقديرات يعني اللي ما شفناهاش من جهات رسمية، ولكن شفناها في مجلات دولية تتكلم على أنه الجيش الجزائري من حيث القدرات القتالية والتكتيكية إلى غير ذلك يعتبر واحد من ضمن أهم الجيوش في المنطقة، الجيش الثاني بعد مصر. هكذا راهي تقول الإحصائيات تاع المجلات المتخصصة، ونحسبه الجيش الأول، فنحن فخورون بذلك. هذا الجيش الآن هو بمثابة غصة في قلوب العياشة، ليحاولوا دائما هذا العياشة، هذو الكلاب هذو يحاولوا دائما أنهم يقطعوا الثقة ما بين الجيش والشعب. ما تقدروش. أنتم تثيرون مسائل، أنتم تعرفون جيدا من استحدثها وشكون اللي دارها المخزن تاعكم. المخزن تاعكم هو اللي كان يأوي الإرهابيين من أجل ضرب الجزائر، والعيا يداو على قيد الحياة، واعترافاته موجودة ومسجلة وموثقة. لا، وأفراد جيشنا دفعوا الثمن في كل مرة. حتى جيشنا من ضمن الخصائص نتاعو أنه حتى في البناء والتعمير موجود. لما شارك حتى في الثورة الزراعية، وما هو معروف بالسد الأخضر في ذلك الوقت، الشجرة يزرعها، الشجرة يغرسها الجيش تاعنا، يغرس الشجرة. فيحاولوا العياشة عبثا أنهم يسيئون دائما إلى سمعة هذه المؤسسة اللي احنا الجزائريين نعتبروها مؤسستنا احنا الشعب. ما عندناش فرق، والله ما كاين فرق ما بين الجندي والمواطن الجزائري، بل إن الجندي يؤدي التحية للمدني الجزائري عندما يلتقيه، لأنهم خاوتنا أبنائنا. يعني شكون اللي راه في الجيش من غير خويا ووليدي وبن عمي وجاري؟ هذو هما اللي راه موجودين الآن هناك، والعقيدة تاعهم ماناش كيما هذون.
يعني هذا الجيش ملكي، والله غير يتعلق بالملك، والله غير يتعلق بشخص واحد. احنا ما يتعلقش بشخص واحد، احنا يتعلق بملايين الجزائريين. تحاول فرنسا ويحاول احتلال الكيان الصهيوني ويحاول المخزن يحاولوا دائما في كل مرة أنهم يقطعوا الثقة ما بيننا وبين جيشنا، ولكننا نثق تماما في أفراد وفي عناصر جيشنا. فتحية لهم من هذا المنبر، تحية لهم إذا كان يوصلهم البث نتاعي، أفراد الجيش الشعبي، الجيش الوطني الشعبي. هاو حقكم، هذا حقكم، ربي يعاونكم وربي يوفقكم، وإذا اقتضت الضرورة نكونوا معاكم في خندق واحد، والله يكتب لنا الشهادة معاكم في خندق واحد إذا دعت الضرورة إلى ذلك، مش بالكلام فقط ومش بالشعارات بل بالأفعال، لأنكم تمثلون شرف الجزائر وحصن الجزائر الحصين وفخر الجزائر. نحن نفتخر بجيشنا وعلى أبنائنا وولادنا اللي راهم يدخلوا المواقع التواصل الاجتماعي أنهم لما يشوفوا تعليقات هذا الذباب يضحكوا عليهم، ديروا لهم هذيك الإشارة تاع ها اضحك عليه، لأنه ما عندوش ما عندوش المروك ما عندوش جيش، والله ما عنده جيش، أنا نحلف لكم والله ما عندهم جيش. بعاليص عندهم هذوك البعاليص هذوك تاع اللي يحموا في الملك، خلاص بقية قاتلوا الجوع ما كانش. راحوا جابوا بدليل انهم جابوا الكيان الصهيوني، راحوا جابوا الدرون تاع الكيان الصهيوني لي جو الالعاب، اضرب من بعيد جبان. بصح ما عندوش، والله ما عنده انه كيما انت الله يبارك يدير عرض نصف العرض اللي دارته الجزائر فقط. هو عنو الجزائر في جويي العرض العسكري اللي شفناه والله غير غيظ من فيض مش كلش، ورينا لهم جزء فقط. من وقتها هو حكمتهم الحمى بعد وغل فيح العدو وضرب مؤخراته وتدمير قواعده، ويعلقون إلى كل ما يسيء الجزائر. كان هذا لقاءنا لنهار اليوم، نلتقي إن شاء الله في الغد وبث جديد.